وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عند عمر يناهز 52 عام. أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. توفي الفنان السعودي فهد الحيان صباح اليوم الاثنين عند عمر يناهز 52 عام إثر تعرضه له سكتة قلبية. ويعد فهد الحيان من أشهر فناني الكوميديا في السعودية، واشتهر بتقديمه للأدوار الكوميدية إلى جانب مشاركته بها كمنتج، وقدم العديد من الأعمال الدرامية المميزة. ولد فهد الحيان في 22 مارس 1971، وكانت بدايته عام 1992 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون، وبدأ مشاركته بعدد من الأدوار الثانوية أشهرهم مسلسل طاش مطاش الجزء الثاني عام 1994، مرورا بعدد من الأعمال الدرامية الناجحة منها أمثال ولكن عام 1995 ومسلسل غشمشم عام 2006. وبدأ عشقه للفن منذ الصغر، حيث شارك في العديد من العروض المسرحية أثناء فترة طفولته، ولفت الأنظار لحسه الفكاهي بين أهله وأصدقائه، إلى أن تم اختياره من قبل الفنان ناصر القصبي لمشاركته بطولة مسلسل طاش مطاش، والذي كان بمثابة شهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور.